سلام متتبعات قناتي وصفة مع صابرينا، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكون صحتكم هايلة. صليوا كامل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وارواحوا لهنا. تشوفوا معايا هذا الخبز هايل. شوفوا راهي الصورة تعبر عن نفسها. خبز خفيف وقطني والذوق تاعو روعة. وثاني عنده فوائد صحية يعني لا تعد ولا تحصى. درته بالجلجلان. يعني الوصفة هذه هايلة. نتمنى بزاف تجربوها، على بالي رايحين تعتمدوها ورايحين دايما ديروا هذا الخبز. نروحوا دركا للمقادير. شوفوا المقادير تاعو بسيطة، يعني كاينة في كل بيت. عندي لهنا كاس تاع ماء يكون دافي وكاس تاع حليب يكون دافي، سعة الكأس 220 مليلتر. عندي سكر، درت مغرفة ونص تاع سكر وزدت لهم مغرفة خميرة هكذا، وزدت لهم حبة بيض. وعندي لهنا كاس تاع سميد يكون رطب. نخلطوا شوية هذوك المكونات، نزيدوا لهم هذا الكاس تاع السميد، نخلطوه شوية، نغطيو لو بول تاعنا بان فيلم اليمونتير ونحطوه يخمر. شوفوا لهنا بعد ما خمر لي، نروحو دركا نزيدو له شوية تاع انا درت السينوج. تحبوا ديروا الجلجلانية، تحبوا ديروا زريعة البسباس، حبة الحلاوة، كيما تحبوا يعني اللي متوفر عندكم واللي تحبوه. وزدت له نص كاس تاع الزيت. ولهنا انا زدت له نص كاس تاع تاع كيفاش يقولوا لها، النخالة ولا القشرة تاع الحبة تاع القمح. ونزيد نروح ندير الفارينة. درت الكاس الاول، زدت لهنا نص مغرفة تاع ملح. الملح دايما حطوه في المرحلة هذه باه هكذا ما يقتلكمش الخميرة. هكذا تبداو تزيدوا في الفارينة الكاس الثاني وتخلطوا. هكذا تخلطوا وتخبطوا هكذا. وزدت الكاس الثالث، رايحة تديلي الكاس الثالث ونزيد نص. والنص اللي قعد حق هذيك اللي زدت النخالة راح لي اسمها. شوفوا هكذا، المهم نتوما ديروا الفارينة وتخلطوا هكذا، تخبطوا حتى تتحصلوا على القوام المطلوب. دوك تشوفوا القوام كيفاش لازم يكون. يعني نصيحة انكم تجربوا هذا الوصفة. جا خبز هايل، ويعني فوائد السمسم كثيرة بزاف. شوفوا لهنا حتى تحصلوا على هذا القوام، يعني تولي تكون عجينة تتلاصق وبالصح هكذا ما تهبط لكمش من الفويد تاعكم. شوفوا لهنا تروحوا تزيدوا لها مغرفة كبيرة تاع لا مارغرين ولا الزبدة تكون بحرارة الغرفة، وتحطوها هكذا في البيتخان تتخبط شوية. واللي ما عندهاش البيتخان تخبطها برك بالفوي. المهم تدلكوها هكذا مليح. شوفوا العجينة كيفاش تكون عجينة طرية. شوفوا لهنا رحت درت في يدي شوية تاع الزيت هكذا باه تتلم لي العجينة تاعي. شوفوا مع الاول تبان لكم تتلاصق بزاف، بصح كي ديروا لها الزيت رايحة تلم روحها. ديروا هكذا، ديروا في لو بول تاعكم
من بعد يساعد الزيت بزاف في الاختمار. العجينة هذه رايحة تختمر لكم في وقت قصير خاطرش تكون خفيفة وجارية، يعني ماهيش رايحة تطول بزاف. باه ينجح لكم الخبز هذا لازم قوام العجين يكون كيما شفتوا، يعني تكون عجينة طرية وتتلاصق، تتلاصق بزاف، يعني طرية تكون جارية شوية هكذا، تقريبا كيما تاع السفنج. دوكا نعاودو نغطيو لو بول تاعنا ونحطوه يخمر. شوفوا لهنا ضاعف لي الحجم تاع العجينة تاعي. نجيو لهنا نبداو نديكازيو العجينة تاعنا. شوفوا العجينة، شوفوا الله يبارك، روعة. شوفوا بيان سور دايما تدهنوا يديكم شوية تاع الزيت هكذا باش العجينة ما تلصق لكمش. دركا رايحين نستعينوا بالفارينة، نفرشوا شوية تاع فارينة، نفرغوا العجينة تاعنا في لو بلان دو طرافاي ونبداو. شوفوا العجينة، شوفوا كيفاش طرية، يعني كي ديروا لها هكذا ترشوا لها الفارينة ماهيش رايحة تلصق لكم في يدكم. شوفوا دوكا نديروا هكذا ديبول يكونوا ماشي صغار بزاف وماشي كبار، هكذا متوسطين هكذا، يعني قد نص الكف. انا يديا صغيرين يعني اللي يديها كبار دير ربع الكف. شوفوا لهنا نديروا هكذا ديبول. اللي حبتهم يجيوها كامل يعني كيف كيف دير توزنهم. انا ما نوزنش، يعني ندير عيني ميزاني برك. شوفوا العجينة اللي بقات لي رايحة نديرها خبزة واحدة. شوفوا شوفوا الطريقة اللي درت بها، هذه طريقة تاع الخبز الألماني. كاش نهار ندير لكم الوصفة تاعو. شوفوا تلموا هكذا بلا فارين وتحطوها. خلاص دوكا شوفوا لو بلا اللي حبت الخبز تاعها يجيها عالي دير البلا قد العجينة، يعني انا راني درتها في بلا كبير هكذا باش ما تطلعليش الفوق، يعني ما كنتش حابتها عالية بزاف. ملي تحبها عالية دير لو بلا تاعها قد العجينة. دوكا نحط هذه دكوتي هكذا نغطيها. قبل ما نغطيها شوفوا لهنا تجيبوا هكذا موس يكون ماضي بزاف ولا لام، ولا انا لهنا استعنت بالمقص، يعني الموس تاعي موش حافي بزاف. عفوا موش ماضي بزاف. شوفوا لهنا ديروا هكذا تشلحوها باش من بعد كي طيب يجيو فيها هذوك الخطوط هكذا. نحطو هاد كوتي، يعني الخبز هذا ما نخليوهش يخمر بزاف بزاف، يعني يعاود شويه برك قيس ما نخدموه يكون ديجا خمر، لخاطرش العجينه تاعو طريه ثم رايح يعاود يخمر لنا. شوفوا دركا الطريقه كيفاش راح ندير له. جبت شويه تاع بيض وشويه تاع الحليب خلطتهم ورايحة نحط فيهم العجينة تاعي بالطريقة هذه، ومن بعد نغطسها في الجلجلان. لهنا لازم الكمية تاع الجلجلان تكون كبيرة، يعني انا ما كانتش عندي، كانت عندي غير هذه الكمية، وكي رحت نشري لهنا الحانوت قدامي ما لقيتش، إبا ما زدتش حوست، درت برك بالكمية اللي كانت عندي. شوفوا ولا ديروا الطريقة هذه، تدهنوا الخبيزات تاعكم ومن بعد ترشوا فوقهم الجلجلان، وشنهي ديروا كمية مليحة. كما قلت لكم انا ما كانش عندي برك بزاف في الدار هكذا. تكملوا الخبيزات تاعكم. انا زدت رشيت بالفوق شويه تاع النخاله. وهذه الخبزه دهنتها برك بالهذاك البيض والحليب، ورشيتها شويه بالفوق تاع الفارينه بالطريقه هذه. شوفوا لهنا بعد ما طيبته في فرن مسخن مسبقا تحطوه على انا درته 200 درجة ولا 180،
وتخليوه يطيب حتى يحمر لكم لتحت، تزيدو تحمروه من الفوق وتخرجوه. شوفوا أنا درت طيبت لي بلا لزوج مع بعضاهم، نتوما لا عدتو رايحين طيبوا وجدوا الأول ومن بعد باه تخدموا العجينة الثانية. وهذه هي الوصفة تاعنا لنهار اليوم، خبز جا رائع، نتمنى بزاف تجربوه خاطرش وصفة يعني بنينة بزاف بزاف ومفيدة. واللي أول مرة شافت قناتي نتمنى تشترك وتفعل الجرس هكذا باه يوصلها جديد. سلام.